السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض تورتة الريد فيلفت بطريقة سهلة وبسيطة. ممكن تعمليها في صينية مربعة او مدورة على حسب ما انت عايز. هتجيبي نص كيلو دقيق سبونج ريد فيلفت من عند بتاع خامات الحلويات، وهتجيبي معاهم 5 بيضات وتلات ارباع كوباية زيت وعلبة زبادي. ويلا بينا نبدأ نعملها. هتحطي المكونات بتاعتك في العجين. لو ما عندكيش علبة زبادي ممكن تحطي نص كوباية لبن رايب او نص كوباية لبن عادي. هتحطي عليها شعرة فانيليا علشان البيض، وهتحطي معلقة محسن جل برضو، دي هتجيبيها من عند بتاع خامات الحلويات. يبقى احنا حطينا نص كيلو دقيق ريد فيلفت، حطينا 3 ارباع كوبايات زيت، نص كوباية لبن رايب او علبة زبادي، 5 بيضات، فانيليا، محسن جل. هنعمل الكيكة بتاعتنا الاول وهنجهزها في الصينية وندخلها الفرن، وبعد كده هنعمل الكريمة المخصوصة بتاعتها. هتحطي المكونات بتاعتك كلها في العجان بتاعك، او لو ما عندكيش عجان هتحطيه في بولة وتجيبي مضرب الكهرباء وتبداي تعملي نفس الخطوات. دي معلقة محسن الجل، ده عشان الكيكة بتاعتك لو مثلا قعدت في التلاجة يومين 3 او كده تفضل طرية زي ما هي. هتضربي بقى المكونات دي كويس جدا وما تستعجليش عليها في الضرب. هتبداي تشغلي العجينه او المضرب على الدرجه الهاديه. بعد ما المكونات تختلط مع بعض كويس هتبداي تعلي المستوى بتاع السرعه. انا بالراحه خالص كده مستنيه بس البيض والزيت والحاجات تبدا تلف شويه مع الدقيق، وبعد كده زود. خلاص احنا زودنا العجان. هتضربي بقى فيها لغايه لما المقدار بتاعك يبقى ضعف المقدار اللي انت كنت حاطاه في الاول. هي هتبقى بالطريقة دي. طبعا هي بتبقى الكريمة بتاعتها او الكيكة بتاعتها لونها احمر، فبتبقى معاكي بالمنظر ده. هتشيلي بقى العجان بتاعك، هتجهزي صينية عندك، هتدهنيها زيت او سمنة، وهترشي شوية دقيق من بتاع الكيكة او دقيق ابيض براحتك اللي انت عايزاه. انا كنت سايبة معلقة صغيرة دقيق من بتاع الكيكة علشان اعمل بيها الصينية. هفضي بقى المكونات بتاعه العجينه بتاعتي في الصينيه. مثلا نص كيلو دوت طبقتين هتحطيه في صينيه مقاس 26. لو عايزاه 3 طبقات هتفضيه في صينيه مقاس 24. هساوي المقدار الكيكه بتاعتي. بعد كده هدخلها الفرن على درجه حراره 180، وطبعا احنا كنا مولعين الفرن يسخن واحنا بنبتدي نعمل في الكيك. انا قلبت الصينيه على منخل، ممكن انتي تقلبيها على مثلا حاجه شبكه، حاجه تكون بس مفرغه الهواء عشان الكيكه بتاعتك تبرد عليها. انا كنت بوريكي دلوقتي الصينيه وهي ايه طالعه، يعني مش لازقه فيها ولا حاجه عشان ارشها من جوه. بعد كده هنعمل ايه لبن مكثف عشان هنعوز الكريمه. انا كنت فاكره ان انا بصور وانا بضيف المكونات وطلع الكاميرا ما بتصورش. بس هقولك المكونات اللي انت هتضربيها دي ايه. هتضربي معاكي كوباية لبن بودرة، وكوباية سكر بودرة، ونص كوباية مية سخنة، ومعلقة زبدة. هتضربيهم كويس قوي عشان تعملي بيهم اللبن المكثف اللي احنا هنعوزه للكريمة. احنا هنحتاج نص كوباية. هعير نص كوباية بالظبط. طبعا المقدار اللي انا عاملاه ده هيطلع لك نص كوباية اصلا. بعد كده هتيجي تعملي الكريمة بتاعتك. هتحطي كوباية كريمة. لو هي الكريمة بالمحلى بالسكر هتحطي كوباية بس. طيب لو هي كريمة خام من غير سكر هتحطي عليها نص كوباية سكر بودرة. بعد كده هتحطي نص كوباية بتاعة اللبن المكثف، وهتحتاجي معاهم علبة صغيرة جبنة كريمي او نص علبة لو هي الوسط.
ممكن تحطي معلقتين او 3 براحتك بقى. يعني الجبنة الكريمي دي بتديها بس طعم شوية، بتغير طعم الكريمة شوية، فانت ممكن تزودي وممكن لا. العلبة دي وسط، فانا هحط نصها بس. لو العلبة اصغر من كده هتحطيها كلها. هتظبطي بقى الكمية بتاعتك. بعد كده هتبداي تضربيها، وبعدين هتزودي لها كوباية المية. ممكن تحطي الكوباية مرة واحدة، وممكن لو انتي قلقانة من المقدار وخايفاها تبقى طرية منك هتحطي نص الكوباية، وبعد كده تحطي النص التاني تدريج. هتبداي تضربي على سرعة هادية، وبعد كده هتزودي السرعة. كوباية المية دي ممكن الكريمة تحتاج مية تاني، هتستني لما تضربي، وبعد كده لو لقيتيها محتاجة هتزوديها تدريجي زي ما انا بقول. هي اخدت معايا كوباية ونص مية. دي الكريمة بتاعتنا بعد ما ضربناها كويس قوي. هنجيب علبة نظيفة، هتغسليها وتنشفيها كويس قوي عشان ما يبقاش فيها مية. بعد كده هتفضي فيها الكريمة اللي انت عملتيها، وهتحطيها في التلاجة تسقع لغاية لما الكيكة بتاعتك تبرد. طبعا المية اللي احنا ضربنا بيها الكريمة دي مية ساقعة. خلاص هتفضيها كويس وتسويها في العلبة. بعد كده هتغطي العلبة كويس، هتسيبيها في التلاجة زي ما قلتلك لغاية ما الكيكة تبرد، او تبداي تزوقي الكيكة بتاعتك. دي بقى الكيكة بتاعتنا بعد ما بردت. هبدأ اشيل الطبقة اللي فوق دي. لو انتي لسه ما تعرفيش تشيلي الطبقة دي كويس، شيليها بسكينة صغيرة واحدة واحدة زي ما انا بوريكي كده، مفيش مشكلة خالص. مرة في مرة هتتعلمي وهتتعودي تعملي الحاجة كويس. شيلي الكريمة واحدة واحدة، او الكيكة من فوق واحدة واحدة. لو انتي بقى بتعرفي تشتغلي مثلا او عملتي حاجة تورته قبل كده، ابدأي بقى بالسكينة الكبيرة وشيليها على طول. لميهم بقى في طبق دلوقتي عشان هنعوزهم، هقولك هنعمل بيهم ايه. خلاص احنا قشرنا الوش بتاع الكيكة. هنبدأ بقى نقطعها على 3 طبقات. هتحددي المقاس من فوق، وبعد كده هتبدأي تضربي السكينة وتلفي بيها لغاية ما تاخدي اول طبق. وزي ما عملتي كده هتعملي برضو النص التاني. عايزة تعمليها طبقتين بس، اقسمي المسافة بتاعتك نصين واقطعيها بنفس الطريقة كده، تلفي بيها كده لغاية ما تقطعيها. بعد كده تشيلي النص بتاعها من فوق. خلاص كده انا فكتها شلتها كلها اهي. هبدأ اشيل النص دوت علشان اقطع اللي تحت. ممكن تجيبي حاجة وتحطيها عليها من الاول علشان بعد كده وانتي بتزيني التورتة تعرفي تشيليهم تاني. خلاص انا قطعتها وشلتها على طبق. هبدأ بقى اقطع الطبقة التانية زي ما عملت في الاولى بالظبط. خلاص كده انا قطعتهم 3. هتجيبي اول طبقة كانت فوق الكيكة، هتعمليها هي الطبقة اللي تحت. هتبداي بقى عندك سيرب خفيف، وقلنا السيرب الخفيف دوت بيبقى نص كوباية سكر عليها كوباية مية او كوباية وربع مية. لما تغلي معاكي على النار هتطفي عليها وتسيبها تبرد. لما تيجي بقى تعملي التورته بتاعتك هتبداي تسقيها من النص كده. طبعا قبل ما اعمل الكريمه واخد منها، انا عايزه شويه هعمل بيهم وردات للكريمه من للتورته من فوق. هحطهم في القمع بتاعي وهحطها في التلاجة علشان ما تهداش معايا وتدنها ساعه لغايه ما اخلص التورته من جوه، وبعد كده هجيبها تاني. هبدأ بقى اشتغل بالكريمه بتاعتي دي في بين الطبقات، وهعمل بيها اغلف بيها التورته من بره. هحط بقى كميه مناسبه، وبعد كده هبدأ افردها. لو احتجت تاني هبقى ازود.
افرديها باي حاجة عندك، اسباتيولا، السكينة دي سكينة عادية خالص زي ما انت عايزة، الموجود عندك اعملي بيه. ما عندكيش الحامل الدوار ده، ممكن تقلبي الصينية اللي كنت عاملة فيها الكيكة وتبداي تحطيها وتحطي عليها الكيكة بتاعتك وتبداي تزينيها. انا هفرد الكريمه كويس، حاولي تفردي الكريمه كويس علشان تبقى التورته بتاعتك من فوق مظبوطه، يعني النص زي الحروف. خلصتها هبدا احط عليها الطبقه التانية، هضغط عليها بس شويه عشان تبقى ماسكه في بعضها، وبعد كده برضو بنفس الطريقه هسقيها الشربات بتاعها وهحط عليها كريمه برضو من النص، وهحط بعديها الطبقه التالتة. افردي بقى براحتك زي ما عملنا في الطبق اللي تحت بالظبط. طبعا انتي مستغربة الخطوات، مرة عن مرة هتعرفي كل حاجة وايدك هتاخد عليها وهتبقي شاطرة فيها. ممكن لو انتي مش عايزة تعملي الكريمة بتاعة اللبن المكثف والقصة دي كلها وتحطي عليها الجبنة كريمي والحاجات دي وتعمليها اقتصادية خالص، ممكن اعملي كريم شانتيه عادية خالص وزينيها بيها، بس مش هتديكي نفس الطعم ده. خلصت كده انا خلصت الطبقة دي كمان. هبدأ بقى احط الطبقة التالتة. الطبقة التالتة دي هي اللي كانت الصينية بتاعتي، هنضفها من فوق كويس وهبدأ برضو ارش عليها الشربات بتاعها. طب ليه انا بحط الطبقة اللي كانت تحت هي اللي فوق؟ علشان دي هتشرب كريمة اكتر فتبقى طرية زي الطبقات التانية بالظبط. دي بقى هسقيها شربات كويس وهمسحها كده بالشربات لان هي كانت ناشفة من تحت عشان تبقى طرية زي ما بقولك. بعد كده هتحطي عليها الكريمة من فوق وهتعمليها من الجناب كمان، نفس خطوات التورتة العادية. لو انتي عاملاها مستطيلة هتعملي نفس الخطوات برضو. خلاص انا ظبطت التورته بتاعتي وزينتها بالكريمه وكل حاجه. هقولك بقى الحاجات اللي احنا شلناها من على وش الكريمه بتاعتنا او التورته الكيكه بتاعتنا، هنبدا نحطها في الكبه وهنفرمها وننعمها. ده وش الكيكه من فوق، اللي احنا شلناه من الجناب. اي حاجه شلتيها من التورته وقلتلك عينيها في الطبق هتبداي تفرميها في الكبه بتاعتك وتنعميها كويس. خلاص انا عملتهم كده كويس، نعمتهم. هبدأ بقى افضيهم في طبق معايا. طبعا هما ما بقوش كتير بس هما هيكفوا الطريقة اللي احنا عايزينها. هي بقت عاملة زي الرمل كده. هتبدأي بقى تحطي على وش التورتة بتاعتك من فوق وعلى الجناب بتاعتها. وزعي الكمية براحتك خالص وما تكتريش فوق الا لما تعملي الجناب علشان تكفي معاكي. ممكن تخفيها عن كده وممكن تتقلها شوية بس يعني دوبك كده مظبوط لغاية ما تكملي الجناب وبعد كده تكملي. انا ماشيه معاكي خطوه خطوه عشان تبقى سهله عليكي وتشوفيها بتعمل ازاي. انا خلصت كده فوق. هبدأ بقى اخد شويه على ايدي كده وهبدأ احطهم على الجنب. خلي بالك اللي بيقع على الرخامه دوت عادي، احنا هناخده تاني وهنعمله نكمل بيه. هبدأ بس هظبط الجناب واحده واحده.
طريقة سهلة والله يا جماعة، هي ممكن خطواتها بس ايه يعني جديدة عليكي، بس هي سهلة خالص وطعمها بيبقى جميل جدا زي بتاعة الكافيهات برا وجميلة. هتعملي الجنب كله زي بعضه كده. التزيين بتاعها سهل جدا عن التورتة العادية. ممكن لو انت كنت حابة تسيبيها من الجناب فاضية براحتك، بس دي بتديها شكل جميل وبتكمل الطعم بتاعها. بصي هي مش بتملى كلها من اول مرة، فانت بتعيدي عليها شوية علشان ايه تبدأ تظبط زي بعض. كل الفراغات الفاضية دي لما بتلفي بيها تاني بتملى معاكي. بعد ما تخلصي الجناب ممكن بقى لو حابة فاضوا منك خسارة هترميهم، رشيهم بقى من فوق. ودي شكلها من الجناب بعد ما عملتها ومن فوق. هنجيب بقى القمع بتاعنا اللي احنا عيناه في التلاجة علشان الكريمة بتاعته ادنها ساقعة معايا، وهنبدأ نزين التورتة بتاعتنا من فوق. هتعملي وردات كده من فوق جنب بعض. التزيين بسيط جدا لان هي خلاص فيها كريمة وفيها كل حاجة، مش محتاجة يعني، بس علشان الشكل بتاعها يبقى كويس. هتضغطي بس بالقمع بتاعك كده وهتعملي وردات، تحاولي المسافة بين كل وردة والتانية تبقى زي بعض. خلاص انا كملت بقى الوردات بتاعتي. هبدأ اجيب الكريز، هكمل بيها بقى كل وردة هحط عليها كريز. لو الكريز عندك كبير قوي ممكن تقسميه 2. ممكن بقى تعمليها للولاد، ممكن تعمليها في الاعياد، ممكن تعمليها ليلة راس السنة، تعمليها في اي وقت. طريقتها سهلة وبسيطة، وما تعمليها في البيت هتوفري كتير عن سعرها برا. ممكن تقسميها مثلثات وتحطيها في العلب بتاعتها. طريقة سهلة وبسيطة. وخلصنا التورتة بتاعت الريد فيلفت بتاعتنا، وما احتجتيش تشتريها من بره. وادي شكلها بعد ما خلصت. انا بقرب لك الكاميرا عشان تشوفي شكلها بقى عامل ازاي. لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.